طبعا بعد ما وصلنا لحد نهائي بطولة افريقيا وكوت ديفوار توجت بالبطولة دي. يعني احنا ممكن ناخد من حتة ان كوت ديفوار توجت بالبطولة دي بحاجتين في حياتنا العملية بعد كده. يعني انا حبيت ان انا اطلع موضوع انا للاسف اصلا ما اتفرجتش على الماتش، كنت في الجيم والله فما لحقتش ان انا اتفرج على الماتش. بس انا طالع اقول رسالتين نركز فيهم كويس قوي من رحلة الكودوفار اللي عادت من الموت. المنتخب اللي كان خلاص مركز تالت شال 4 من غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية اصلا هي ما كملتش دور مجموعات تقريبا، او تقريبا طلعت دور مجموعات. كانت بطولة فقرية اصلا. انا ما حبيتش ان انا من ساعة ما المنتخب خرج وانا ما اتفرجتش على ماتشات كتير غير هو ماتش المغرب وجنوب افريقيا، وما كملتش البطولة بعديها. آه عندك الفريق اللي كان مركز تالت اهل احسن توالت، اللي لولا المغرب ما هي كانت فازت على لما المغرب فازت على الكونغو الديمقراطيه فكسبت خلت كوتيفوار تتاهل احسن توالت. وبرده حارس موزمبيق اللي كان السبب في تاهل منتخب مصر اللي وصل لحد دور 16 وخرج. موزمبيق اللي هي ما كملتش دور المجموعات، الحارس بتاعهم اللي برضو السبب في ان خلى الكوتيفوار هي اللي توصل، هي اللي تتأهل احسن توالت وتخش وتلعب لعبة. هي كانتش بتخسر، ما كانتش بتكسب ولا ماتش، هي كانت بتعمل ايه؟ تبقى خسرانه وبعد كده ترجع في المباراه، خسرانه وبعد كده ترجع في المباراه، خسرانه وبعد كده ترجع في المباراه. وكان تقريبا معظمها تعادلات، ما كسبتش كتير. الماتش الوحيد تقريبا اللي كسبوه تقريبا هو الماتش النهائي على حسب ما انا فاكر، لان انا زي ما قلت لكم ما كنتش متابع البطوله قوي. كسبت السنغال ضربات جزاء، كسبت انا مش متذكر كسبت مين تاني، مالي ولا تقريبا مالي تقريبا ضربات جزاء برضو. فهو بص، هي اصلا الموضوع كان ايه؟ كان غريب. هي دي سيناريوهات كرة قدم، وكداب اللي يقولك ان كرة القدم دي مش سكريبتات مكتوبة ولا سيناريوهات معمولة. ايه اللي يعلمك من الحتة دي؟ ان انت ممكن من حاجة لا شيء، من انت ما تكون شيء لا يذكر اصلا، شيء ما حدش شايفه، شيء ما حدش عارف ان هو، انت مش شايف ان المنتخب ده كان هيعمل حاجة اصلا غير امير القلوب محمد ابو تريكة حبيبنا وعم العالم وعم الناس. ايه اللي حصل؟ بطلة الكاس في الاخر كوت ديفوار هي بطلة افريقيا 2024. وقف الكوس على كده خلاص. انا لحد دلوقتي مش عارف ومتاكد الكوره دي سكريبتات. يعني انا كنا بنقول في الاول يمكن مصر تاخد البطوله عشان دي سيناريوهات كره القدم تتاهل على اخر لحظه وبتاع، بس سيناريو كوت ديفوار كان اقوى. حاجه من لا شيء لشأن عظيم انت قدرت توصل له. سباستيان هالر الراجل اللي كان بيعاني من سرطان الكانسر، ربنا يحفظنا جميعا يا رب، من كانسر وكابوكسانا، من ان مسيرته الكرويه تنتهي، هو السبب في فوز منتخبه. الراجل ما جابش، للمناسبه الراجل ما جابش ولا جون طوال البطوله مع كوت ديفوار. الهدف الوحيد اللي سجله هو الهدف الثاني امام نيجيريا في النهائي. لك ان تتخيل مدى السنه اللي فاتت كوت ديفوار خارجه دور 16، كان قدام منتخب مصر لو كله يفتكر جونا ماتش ابو جبل وسباستيان هالر وبتاع، ومحمد عبد المنعم حط هالر في جيبه وكل الكلام ده. فانا يعني انا حبيت ان انا اطلع كده عشان خاطر انا اقول الرساله دي. انت تقدر تعمل حاجه حتى لو انت جيت من لا شيء. انا عن نفسي مش انا احسن واحد اكيد بتكلم في الموضوع ده، انا برضو لسه ببدا، لسه بطلع، لسه من لا شيء، وربنا يكرمنا باذن الله. بس اتعلم من القصه دي، واعرف ان الكوره برضو سكريبتات، واعرف ان الكوره دي سيناريوهات مكتوبه، مش مجرد فريق قوي جامد طحن التنين بتاعه يخش يذيع في كله. لا، الكوره عمرها ما كانت كده. الكوره سيناريوهات مكتوبه وسكريبتات يا معلم، هي ماشيه كده. حبتك هي الكوره، حبتك خلاص. وهي الكوره كانت حابه كوت ديفوار. الكوت ديفوار في ارضها وفي ملعبها وسط جمهورها بطلة افريقيا 2024 بس كده. وطبعا السؤال انا مش هقول لكم بقى، انا عايز استنى رايكم بقى وبتاع، انا هسالكم سؤال وانتوا جاوبوني في الكومنتات. لحد دلوقتي شايف مين الاقرب للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز؟ السلام عليكم.